السلام عليكم متابعينا الكرام، اخواني الاعزاء. في هذا الفيديو نتكلم عن موضوع العقيد السوري عمر السومة. صراحة استفسارات كثير في التعليقات، واذا تلاحظ يعني كذا يوم غايبين ما نزلنا اي خبر. نبغى نوصل الى حقيقة، لكن والله للاسف يا اخواني للان ما في اخبار يعني مؤكدة 100%، لكن هنالك وجهة نظر راح نشاركها معاكم. اذا كنت من عشاق السوري عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي، اضغط على اللايك واشترك بالقناة وتعالوا فينا نتابع التفاصيل. بداية الامر اخواني، السومة في فترة الحسم. الدولي السوري عمر السومة يواجه تحديا مهما هذا الاسبوع، حيث قد لا يستمر في دوري روشن. نعم للاسف جميع الانديه السعوديه بدات استعداداتها للموسم الجديد، معسكراتها قائمه يعني صراحة ما شاء الله، تدريبات إن كان معسكرات محلية وخارجية. إذا لم يوقع السومة مع أي نادي من أندية دوري روشن خلال هذا الأسبوع، فإن احتمالية بقائه في الدوري قد تصبح مهدد لأسباب غير معلومة. حتى هذه اللحظة هل سيبقى في دوري روشن أم نشر انتقاله إلى دوري آخر؟ أخواني الأعزاء، عمر السومة يعني لك أن تتصور دائما ما تكون انتقالاته مفاجئة وتحدث صدمة وضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. أتمنى هذا الشيء حاليا، وأتمنى يعني لو رسميا يكون يعني هناك مفاوضات أو نية لدى أحد الأندية أو اللاعب من أجل الانضمام والبقاء في الدوري السعودي. عمر السومة صرح من قبل أنه يريد اللعب في الدوري السعودي وأنه باقي بعد توفيق رب العالمين. لكن أخواني الأعزاء، اللاعب حتى هذه اللحظة ما في أي شيء رسمي، ما في أي إشاعات، ما في أي أمور يعني أي تكهنات. حتى هذه الأمور لم نجدها. لكن هل العلم عند الله؟ هنالك تعاقد سري وخفي الآن الأمور تعمل على إنهاء هذا التعاقد أم أنه هناك مشاكل؟ ما أتوقع السومة راح يكون في من طرفه خلاف على الأمور المادية أو النادي كذلك الأمر، لكن بالنهاية هي أمور توافق وتوفيق بين الطرفين. أصدقائي، هي يعني لحظات صعبة وسط ارتفاع القدرة الشرائية للأندية السعودية. فرصة بقاء عمر السومة تتضاءل في دوري روشن. المهمة تزداد صعوبة على الوكيل عبد الله الجاسمي الوكيل الكويتي للسومة بعد ركود العروض في السعودية. عليه أنه يسعى أنه لمناقشة إذا كان هناك عروض مقدمة، إذا كان هناك استفسارات أو اتصالات، لأنه والله يا أخواني أصدقائي مشاركة السومة الأخيرة المتواضعة مع نادي الوداد الرياضي المغربي في كأس العالم للأندية أثرت عليه كثير. إذا موضوع عمر السومة والله هذا الفيديو نزلته كرمة لعيونكم وطلباتكم واستفساراتكم. حتى هذه اللحظة ما في شيء رسمي، ننتظر الساعات القادمة. قد نشاهد عمر السومة في دوري روشن ضمن أحد الأندية، قد نشاهد عمر السومة خارج الدوري السعودي وهنا الصدمة الكبرى. قد نشاهد السومة في الدوري قطري أو في الدوري الإماراتي أو في الدوري المصري، أي دوري عربي كان. إذا متابعينا الكرام، هذا الصمت نتمنى ان شاء الله انه تنطبق عليه المقولة في كل تأخيرة خيرة. نتمنى انه يكون هذا يعني الصبر بعده تعاقد جيد يليق بسمعة وتاريخ عمر السومة. ما زلنا ننتظر منه المزيد والمزيد، وهنالك ان شاء الله مفاجآت قادمة، ودائما كما عودنا يكون قادر على صناعة الابتسامة على وجوه عشاق ومحبينه وجماهيره وفانزاته. اخواني، عمر السومة اسمه قامة كبيرة وما زال لديه الكثير سيقدمه في الملاعب، واي نادي يكون فيه عمر السومة يترك فيه بصمة ويخطف فيه الارقام والاحصائيات. الساعات القادمة، الايام القادمة، اسبوع او اسبوعين اقصى حد ماكسيمو سيكون عمر السومة مع نادي. لكن اين ستكون الوجهة؟ هل هي في السعودية ام خارج دوري روشن في أحد الدوريات الخليجية أو في القارة الإفريقية؟ ننتظر هذه الأمور، لكن دائما يبقى شعارنا نحن خلف العقيد عمر السومة أينما حل وأينما ارتحل. عشان ما يكون في تعقيب منكم على الفيديو يشهد الله نزلته يعني على طلبكم بناء على رغبتكم. ما كنت يعني حاب انزل الفيديو، لكن استفسارات كثيره في التعليقات يعني ما استطعت انه اتجاهلها واطنشها. وان شاء الله القادم اجمل افضل لي ولكم وللعقيد السوري عمر السومة. فعل ويانا وشكرا لك صديقي.